احنا الحمد لله كما علمتم في الميديا انه حصل لنا حادث خفيف. هذا الحادث خفيف الحمد لله، وبشر كل الشعب السوداني وكل من يسأل مننا انه نحن بخير الحمد لله. كما ترونا قدامكم كما ورانا الحمد لله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وهذه الوجوه اللي قدامكم هي جاد عشان تطمن وجاد عشان تشوف بعينها، لانه ما وجدته في الميديا اغلب بهم. كل الرجال الان قدامكم من كل القبائل في السودان وفي الوسط خاصه نحن بنحييهم ونشكرهم. اقسم بالله العظيم 2016 مكعوب 2016 مكعوب ديل حسبوهم ناسنا نحن، ديل حسبوهم الساموراي بتاعنا، ديل حسبوهم المصادر المجرمين الخونة. اقسم بالله العظيم 2016 مستلمين منهم 137 عربية من مدرعة لصرصر لتاجر، دي استلمناها حية موجودة الآن على مستوى شمال كردفان. 137 عربية دي حية غير آلاف العربات. الناس دي الحمد لله رب العالمين انهاروا تماما على مستوى كردفان بإذن الله سبحانه وتعالى انهيار كلي. نحن قلنا لهم الجيش ده بعد يتحرك تاني ما في بقيف، والجيش ده بعد يتحرك تاني ما في زول بيقدر بيقرعه، والجيش ده بعد يتحرك تاني ما في مصدر بيوقفه، والجيش ده بعد يتحرك الليل الحمد لله رب العالمين في ظرف يومين فقط 24 ساعة استلمنا بارة، 24 ساعة استلمنا كاسجيل، في 24 ساعة استلمنا مسيالة، في 24 ساعة استلمنا جبرة الشيخ، في 24 ساعة صحيح انه قدمنا عدد من الشهداء نظر ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم وهم اخيار، وهم مشوا عشان الشهادة ومشوا ارواحهم في اكفهم ومشوا عشان يقدموا ارواحهم رخيصة لاجل الوطن باذن الله سبحانه وتعالى. نظر ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم شهداء باذن الله سبحانه وتعالى. والكلام ده قالوا ربنا في القرآن، ووعد على الله سبحانه وتعالى في القرآن. ربنا قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء الحمد لله رب العالمين يرزقون عند الله سبحانه وتعالى. بحمد الله سبحانه وتعالى الليلة شفناهم في كردفان. أقسم بالله العظيم بطولات قدموا شغل نموذجي وشغل زي ما قال أخونا طارق كاجاب شغل عسل، شغل عسل. كل الشعب السوداني الليله مبسوط من اخونا كيكل. الناس كانوا متابعين والناس كانوا مراقبين، ونحن بعد رسلنا رساله فيها ثلاثه كلمات او فيها 4 كلمات، وتكلمنا عن اخونا الغايد ابو عقله محمد احمد كيكل، وقلنا لهم الالتفاف بتاع ابو عقله محمد احمد كيكل لهؤلاء المتمردين الخونه على مستوى مسياله. ذكرنا بالالتفاف سيدنا خالد بن الوليد في معركه احد. كل الناس طبعا مستغربين، يقول لك كيف تضرب المثل؟ نحن بنضرب الامثال لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ربنا قال ولكم في رسول الله اسوه حسنه، ونحن عندنا في الصحابه اسوه حسنه، واصحابي كالنجوم اينما اهتديتم. نحن بنهتدي بالصحابه رضي الله عنهم. الليله الالتفاف ده ذكرنا معركه احد الحقيقيه، ذكرنا معركه احد زمن كان سيدنا خالد بن الوليد قبل ما يدخل الاسلام. الليله ذكرنا لا بحمد الله سبحانه وتعالى، وكانت الانتصارات وكانت الفتوحات على يد سيدنا خالد بن الوليد بحمد الله سبحانه وتعالى. التفاف الليله من اتجاهين. اخونا كيكل بعد ما خلاهم الهواء، بعد ما تم بلهم بل العيش، بلهم في مسياله طوالي عاملين فيها اسكيه دارين يعملوا التفاف. مشوا حشدوا ناسهم، جمعوهم من بارة وجمعوهم من جبرة الشيخ، وجمعوا من الزراف ومن ابو زعيمه، وجمعوهم من سودري، وجمعوهم من المناطق الحول بارة، وحاولوا انه يلتفوا على اخواننا ناس كيكل في مسياله. دخلوا مسياله لقوا كيكل ما في، ما نحن سمينا بلمبه، ما هو كيكل ده اسمه بلمبه، ما اسمه بلمبه انت ما بتشوفه. بلمبه ده نحن كنا صغار بنمشي حته كده اسمها بنمشي الخيرات والشور زمان. طبعا المنطقه دي عندنا منطقه هناك اسمها الشماري ده بين الشور وبين الخيرات، بتلقى فيه بلمبه ده بصوره معدي وحته اسمها عديد البرام بنلقوا فيه بلمبه ده. انت بتكون رايح بالليل، بتمشي بالليل، بتكون طاشي من الشارع بتكون ماشي في الطريق، فجاه كده بتشوف عربيه ماشيه قدامك، بتشوف سياره ماشيه قدامك فيها انوار قريبه لك. السياره دي ده بلمبه، بتشوفها وانت بتتبعها، بعد شويه بتسمع صوت السياره ذاتها، وانت بتمشي بعد شويه بتوهك بيودرك. الليله اخونا ابو عقله محمد احمد كيكل ابلمبه الحقيقي بعد ما ظهر لهم في السيال وقالوا خلاص ده الصيد السمين، وقالوا خلاص نحن نعمل التفاف لابو عقله محمد احمد كيكل. اقسم بالله دخلوا السيال لقوا ما في، لقوا المشتركه ما في، اخواننا في المشتركه ما لقوهم، ما لقوا ابو عقله محمد احمد كيكل. الناس دي مشوا وين؟ ما عرفوهم. في ظرف 3 دقائق او 4 دقائق لقوا النيران من كل الاتجاهات. اخونا ابو عقله محمد احمد كيكل عمل التفاف وجا راجع اقسم بالله العظيم كان 1300 وحاجه. ده في اللحظه بتاعت السيال
واللحظه بتاعت الضربه الثانيه، الهجوم الثاني قبل ساعات انا كنت بكتب بقول اللهم احفظ اخونا ابو عاقله محمد احمد كيكل. انا داير اديكم معلومه وداير اتكلم لكم كلام بسيط جدا الناس حقه تفهمه. انا اي معلومه قاعد اكتبها لكم في الصفحه دي بالمناسبه حقيقيه. اي معلومه قاعد اكتبها الناس اللي بيقولوا كذاب والزول ده مجنون والزول ده ما عارف بيجيب الكلام ده من وين، اي كلام قاعد اقوله لكم هنا الكلام ده انا بكون قاصد به توريه، بكون قاصد به كلام ثاني اخر، والكلام اللي قاصده به بيطلع. طبعا الميليشيا لو فرحانه انه كيكل مصاب وكيكل تم اصابته بمسيره خطيره. الحقائق ما عارفينها الناس حول اصابه الغايد اللواء ابو عاقله كيكل الغايد قوات درع السودان، انه هو فعلا تم استهدافه بمسيره، فعلا تم استهدافه بمسيره، لكن المسيره ما اصابته، او تقدر تقول جاء رايش في يده اليمين يده اليسار واصابه خفيفه وماشي هسه بكرعيه ولافيه بقطعه، لافيه بقطعه. ده كل الموضوع حول الاصابه بتاعت الغايد ابو عاقله كيكل. عندنا شهداء، ايوه عندنا شهداء للمره الثانيه. المره اللي فاتت حصل كمين، والمره دي جاء فزع للميليشيا وغواتنا حققت انسحاب ناجح، لانه لو ما حققت انسحاب ناجح كان مفترض الغايد وجنوده وضباطه يكون جميعهم شهداء. بيجي بعدهم وزي ما قلنا مغادرة اجيال ورا اجيال. عندنا معاكم في الفاشر وتعرف الجزيره، فالحمد لله الغايد بخير. هو زي ما قلت لكم اصابه بسيطه، حتى لفاه بقطعه بشاشه في يده الشمال رايش بتاع المسيره، وحاليا الغايد ماشي بقرعيه ووصل في امن وسلام. فحقيقه اليوم يا جماعه قواتنا انتقمت في كردفان. قواتنا من قوات مسلحه دريع مشتركه براون للفاجر في كردفان، اكثر من 27 عربيه للميليشيا فيهم سياره تدمير تماما. حتى وين انسحبنا ودرع السودان لما دخلت لهم اكثر من 27 عربيه، طبعا دي حقائق هم ما بيقولوها لكم، حقائق مستحيل تقال لكم يعني. ودرع السودان جنوده ما بيخوضوا معركه الا وغايدهم قدام. يعني تخيل لك ان تتخيل الغايد المفترض يكون في غرفه التحكم والسيطره قاعد قدام مع جنوده. يعني كيكل المفترض يكون في غرفه القياده او التحكم والسيطره، لا، كيكل قدام جنوده فيهم سياله للمره الثانيه. مره فاتت حصل له كمين وكان عندنا فيه اسرى. اليوم برضه كيكل دخل ثاني يوم سياله، ما تزحزح ما تراجع ما كل ما مل ما بقى جبان، عشان يكون اليابان هو وجنوده وضباطه. ايضا القوات المشتركه في بارا مع القوات المسلحه وطردوا الميليشيا من بارا. حاليا بارا فاضيه، كذاب ميليشي يقول قاعد في بارا، كذاب. طردوه الان بارا خاليه من القوات، ما فيها جيش ولا فيها شريع ولا فيها مشتركه، لكن القوات المسلحه والقوات المشتركه قاعده محاصره بارا وموجوده. ميليشيا يجي تاني بيدخلوا وبيطردوهم. فده كل الموضوع.